السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون عندنا جيم بلاي حق لعبة جي تي اي 5. اليوم يا جماعة راح نلعب جي تي اي اونلاين، وراح اقول لكم شلون تقدر تحصل 100,000 في اللعبة بخلال اقل من ساعة تقريبا، بدون جلتشات وبدون ما اقص المقطع. راح تشوفون كل شيء موجود معاكم. يمكن اقص كذا لقطة حق المقطع علشان اطوف شوي، بس ما بزيد وقت المقطع كثير. بحاول ان انهي المقطع باسرع وقت ممكن. اول شيء لازم تسويه تروح حق الانترنت، تعدل الاعدادات، تسوي هاي الاشياء اللي انا براويكم اياها الحين. تحط النت على 750 علشان تلعب في سيرفر خاص. هاي الشيء تسويه في ردد وتسويه بعد في جراند، نفس الشيء. اعدادات النت 750 سواء في لعبة جراند ولا في لعبة ردد، تخليك في سيرفر خاص. هاي الشيء المميز، يعني نفس ما تشوفون الحين انا بروحي في هاي السيرفر. طبعا يا جماعة انا ما لعبت اللعبة من فترة جدا طويلة، توني راجع العبها حاليا قبل اسبوع. انصدمت، حسيت ان في وايد اشياء سهلة في اللعبة والناس مو عارفينها. يعني تقدر تجمع فلوس بسرعة في اللعبة. الحين راح اراويكم كذا طريقة شلون تقدر تجمع فلوس في اللعبة. ابتداء من الحين ما راح احاول اقص ولا شيء الا اذا صارت كم اغلاط، فبحاول ناقصها واعدلها. انا اول مره لعبت اللعبه عام 2013، تخيلوا، على جهاز بلاي ستيشن 3. بعدين لعبتها على جهاز بلاي ستيشن 4 تقريبا لسنه 2018، وبعدين سحبت على اللعبه. نزلوا للعبه نسخه محسنه على جهاز بلاي ستيشن 5، وشريت النسخه المحسنه. والحين يعني انصدمت ان لاعبي عنده مليونين، وشريت شركه وضبط وضعي وكذي. وشريت بعد بعض الاشياء موجوده في اللعبه، بار كانه او ملهى ليلي. المهم شريت كذا شيء. فالحين يا جماعه راح ارويكم طريقه جدا فعاله. تضربون ستارت، تيون عند الاونلاين، تدخلون عند هاي الغائمه وتيون هني. بعدها تروحون عند الاشياء اللي عليها دبل. هاي الاشياء يسوون كل اسبوع على بعض الاشياء دبل، بس الدبل ترى مهمة عن مهمة يفرق. حاطين لك ضرب 3 دبل، لكن مهمة عن مهمة تفرق. طبعا انا لعبت هاي الدبل ما منه فايدة. هذا كل اللي عليكم تلعبون في نوعين من الدبلين يعطونكم دبل فلوس حقيقي. يعني مثلا عندكم، خلينا نروح عند هذا شنو؟ لحظة بتشوف الصورة. يلا عصير علق. ايه هذا شوفوا، هذا يعطيك 22,000 على هاي المهمة. بس تخيلوا، بس لا تلعبها على طول، في شيء لازم تسويه حصل 22,000. خلونا ندخل الحين يا جماعة وراويكم شلون تقدر تحصل 22,000. اول 22,000 راح نجمع 100 في المقطع 100%. شوفوا، اول ما يحطوا لكم هاي القائمه تطقون دائره على طول علشان تلعبون بروحكم. لا تلعبوا يا احد ويصير تنافس. وما ادري انا، يمكن يعني يعطونكم فلوس اقل لان على الاول يمكن يعطونا وايد. المهم انت عند القائمه تحط دوره واحده بس، بعدين تدخل هنا وتدخل على طول الى الحلبه. يلا الحين نختار لك اي سياره. يا جماعه انصحكم تجربون هذه السياره. لحظه، في سياره هني رهيبه يا جماعه. هذه اظن، لحظه، هاي السيارة يا جماعة سريعة بشكل مو طبيعي. ما ادري هذه ولا هذه، كأني خربطت. انا اظن هذه، يعني خلنا نجربها. اظن يعني ان هاي السيارة تعتبر من اسرع السيارات في اللعبة الغير مهكرة. يعني طبعا انصدمت يا جماعة يوم جيت عند اللعبة، شفت يعني هكر ومرة شنو، شيء غريب. يعني قبل ما كان فيه هكر وسيايير مهكرة وخرابيط، فانا كنت صعب على اللعبة. ننطلق بسرعة يا جماعة. دائما اقول لكم لعبوا بروحكم احسن، اسرع، بدون وجع راس. اول شيء يعني انا اشوف بضيع وقت وبطوف شوي علشان يعني ما تملون. فانا يعني بضيع وقت بلعب في الكرة. يعني في اشياء ترفيهية وايد تقدر تسويها هني. يعني لازم تضيع وقت، لازم يوصل الوقت 4 دقائق. شوفوا يعني الحين عندنا احنا 36، هذا لازم ناخذه، هذا اللي حق السباق. ف36 واحد لازم ناخذه. انا بضيع وقت بسوي حركات، واول ما يوصل 4 دقائق وثانية على طول تقدر انك تروح تخلص السباق. يعني اول مرة بس براويكم شلون يعني شكل السباق وشلون يعني اللعب. يمكن يا جماعة اسوي تحدي، لان في بعض الاشياء يا جماعة يعني مسوين سباقات وايد صعبة، فيمكن نسوي مع الايام تحدي شلون نطوف هاي السباقات ونشوف. يعني انا بضيع وقت الحين، بحاول اني اطيح من فوق، اضيع وقت. شوف، اخ ما طحت. اوه حلو.
حلو حلو حلو. تصدقون يعطونكم زياده ليفل اذا يعني الحين انا وقفت السياره وما انفجرت يعطونكم زياده ليفل. هاي الشيء غريب انا ما اتذكره صراحه. الحين اوه لا شكلها بتنفجر، ما قاعده تتوازن. اوه اعطوني 600. اوه صراحه حلو. انا اتذكر انه يعطونك تقريبا حوالي 150، يعني ما ادري اعطوني كانه 150 300 يعني بهالحدود يوم لعبت مساعة. فخلنا ارجع الحين احاول ان اخلص باقي المهمة. اتوقع ان الحين بوصل في الوقت، يعني تقريبا عندنا 36، فبنوصل في الوقت اتوقع. يلا نروح. سيارة يعني صوتها غريب، سريعة وايد، سريعة وايد يا جماعة، سريعة. نشوف المنظور الداخلي. يعني احس المفروض يحسنون اللغة في النسخة المحسنة. الحين شوفوا احنا وصلت قبل الوقت بوايد. الحين لازم ننطر. خلونا نسوي رسمة في السيارة. خلينا نسوي دائرة. صراحة حتى التفحيط حق السيارة غريب، يعني اول مرة تشوف 3 دائرات شيء غريب. هاي السيارة مو طبيعية ترى، وايد واضحة في النسخة المحسنة صراحة، الدائرة وايد واضحة. يعني خلنا نرجع الحين نشوف. اوه دائرة صراحة وايد حلوة. على كل حال يا جماعة بننطر شويات، يعني عادي ناخذ هذا ما في مشكلة. بس باقي الحين نص دقيقة بنضيع شوي وقت وراح ندخل بعد شوي. اوكي يا جماعة انا شوي قصيت علشان يعني ما طول مدة المقطع كثير، فيلا الحين ما بقى شيء، يلا ننطلق. يعطونا على هاي المهمة 22,000، يعني مبلغ صراحة مجزي. فالحين بنشوف 4 دقائق و3 ثواني وصلنا، و22,000 على هذه المهمة البسيطة، و5000 ليفل. يعني تغير 5300 ليفل، يعني تدري ان 5300 لو انت ليفلك 1 يمكن يوصل ليفلك 4 أو 5. فممتاز. تعطيهم لايك يزيدونك 50 ليفل، مو 50 ليفل، هاي مال الليفل هذا 50. على كل حال عندكم بعد مهمة ثانية، إذا تمللت تزهق من هذه المهمة كل شوي تقدر إنك تلعب المهمة هذه. هاي المهمة بعد يعطونكم نفس الشيء، بس هذه المهمتين السباق اللي تقدر تسويهم. في قتالات في هاي بس بتطول في القتالات، يعني قتال واحد ياخذ له 10 دقائق يمكن 5 دقائق، فأنت بتطول. وحتى في تنافس وبتشدها وتركيز. هاي اللعبة يعني تقدر انا عندي كوفي قاعد اشربه وقاعد العب هذه المهمه. فشيء بسيط، تلفل تحصلك فلوس. يعني لو تكرر هاي الموضوع تقريبا على مدار مثلا يوم كامل، يعني بتتحصل لك يمكن قريب المليون. لحظه، نفس الشيء الاعدادات نفس الشيء واحد. اي هاي بيعطونكم فرمله، يعني في تنويع في السعايير. فانا بحاول ان اسوي فيه بعض الاشياء، يعني بحاول ان اضيف حماس شوي حق اللعبه. اي هاي الكوارتي خاطري اني اوصل لها. خلنا نجرب نقدر نوصل. ما تشقح السياره في طريق، او ابى اطيح هاي الكوارتين خاطري. ما في طريق شكله. اي كا اقدر نركب. يلا نطيح الصناديق. في شيء بعد هني. اوف خاطر اني اطيحهم تحت. يعني سل روحك، سوي لك حركات على ما تخلص. انا بحاول ان ازيد السرعة واحاول ان اطيح الكراتين، ان شاء الله يطيحون. بوم. لا ما بيطيحون، ما يمدينا اتوقع. اخر مرة، اخر محاولة وخلاص. ارجع باخذ يعني اخسر مسافة. بطأت السيارة غلط. بوم. اوف ما مداني خلاص، اصلا العمود بيخرب هذا. هاي بطاقة فيزا.
يلا الحين نروح. وصلنا الحين. حلو. اثنين وعشرين ألف. حلو. حاليا الحين جمعنا 40,000. تخيلوا. فالحين بنلعب مرة ثانية، مرة أخيرة ذيك المهمة، وبعدها راح أقول لكم عن طريقة حاليا في هاي الأسبوع مسوين دبل. فراح نلعب المهمة الأخيرة اللي راح تجيب لنا 100,000. فالحين ما في ذيك المهمة مع الأسف، بضطر إني ألعب الفورمولا أنا أشوف ممل. بس يلا، الأشياء الثانية لا تلعبونها. الأشياء الثانية سباقات وهاي لا تلعبونها. ليش؟ إذا بتلعبها من باب يعني تجرب هاي عادي، بس ما يعطونك الا تقريبا 9000 في بعضهم يعطونك 12,000، ما يعطونك 22,000، ما يعطونك الدبل الحقيقي صح يعني 3 دبل تعطيني اخر شيء 9000 ولا 12,000 ما يسوى. لحظة شو السالفة؟ هاي من وين طلع ذي؟ ما انا قبل يوم كنت بطيح الكراتين يعني ما كان موجود. طبعا اهم شيء يا جماعة لا تثبتون. اذا تثبت علقت خلاص. علقت. اوه وين هاي الكاميرا ايش فيها راحت كذي؟ يلا تعدلي. يلا تعدل. ايش فيها معلقة هاي؟ شو السيارة هذه؟ يا الله شو الكاميرا ايش قاعد تصير؟ سيارة الفورمولا. علقت خلاص. علقت. يا الله شو الجلتش هاي؟ جلتش مستفز. خلاص تمام. وحصلنا الحين 60,000 حصلناها تقريبا بأقل من نص ساعة. ما أدري نص ساعة مرت ولا لا الحين ما أدري. المهم بشوف بعدين في المقطع. أتوقع أنه أقل من نص ساعة. طبعا لو بتشيل الغائمة وهاي الأمور يمكن حتى ما توصل ربع ساعة ترى. فتقول 4 دقائق يعني تقريبا 12 دقيقة مفروض. فيلا الحين نطلع نروح أي مكان. الحين عقب ما خلصنا المهام نبي نروح نبيع بيتزا. اذا تبي تروح تبيع بيتزا تيني. نروح الحين نبيع بيتزا نفس الشيء سيرفر خاص. حلو. فالحين بنروح نبيع بيتزا لان البيتزا عليها بعد دبل. فمنحصل ان شاء الله تقريبا 40,000. تبون نجمع مبلغ، اسوي مقطع نجمع مثلا حق السيارة الطائرة ولا نجمع حق شيء معين، كتبوا لي تحت في التعليقات. او الدباب الطائر مثلا اللي هو سعره 6 مليون نقدر نسويها ترى. طبعا ايش رايكم هاي السيارة يا جماعة؟ السيارة هذه ببلاش. هذه السيارة ببلاش. دوروها بتحصلونها يا جماعة في التلفون. دوروها في التلفون بتحصلونها. دشوا محل السيايير بتحصلونها ببلاش. سيارة مدرعة واسطورية يعني تعتبر. يلا الحين نروح نبيع بيتزا. ليش سيرفر خاص؟ علشان ما يونك بعض المخربين. الحين عندنا 5 طلبات ان شاء الله مو بعيد. اي جريب وايد جريب. فحلو. من وين ادخله يعني؟ شو الاستهبال؟ نروح الشارع الثاني علشان يا الله وين هاي وين يعني الحين فوق؟ لا حول. هاي يضيع كل الوقت. مهمة تافهة نفس هذه. يلا خذ بيتزا. فالحين كم نوصل البيتزا الثانية. بس وين البيتزا الثانية؟ يا الله ليش كله فوق؟ وين الطبق الثاني يعني ولا شلون نوصل له هذا؟ شو الاستهبال هاي؟ يبونا بعد نروح بالموتورسيكل. وين هاي المحل؟ اتوقع مفروض هني. ايه. لا الطابق تحت. ضربناهم. يلا خذ البيتزا بسرعة.
يحطون اماكن بعيدة، والموتورسيكل هذا ما يمشي حده يعني بطيء، يعني لو يحطون لك مكان بعيد خلاص سيدة المهمة احسن لك. يلا استلم البيتزا. هاي فندق يعطي مين؟ لازم ندخل داخل الغر في فندق. يلا الحين حصلنا 13,000. شوفوا يا جماعة 13,000 حصلنا، ونفس ما قلت لكم الضرب يعني حاليا تقريبا حصلنا حول 30. حلو. لا مهمة خفيفة وسهلة وبسيطة، لأن ما في زحمة بعد ناس وتقتل وما في مخربين. أنا أقول لكم لهاي السبب لازم سيرفر خاص. في أي مهمة بتلعبها لازم سيرفر خاص، حتى لو يعني ما في مخربين، بس يمكن واحد متهاوش الشرطة، واحد عنده مهمة يمشي بسرعة. حتى لو بتخلي وضعية دفاع، يعني ما أدري شلون ترى، يعني الوضع فيه ازعاج. يعني تعال أصلا وضعية الدفاع ما يصير، وضعية الدفاع في بعض المهمات ما يصير، واظن من ضمنها مهمة البيتزا. يعني وضعية الدفاع على اذا بتودي شحنة في الشركة بتبيع او شيء ما يصير مع الاسف، يعني ما ادري ليش. فالمخربين يستغلون الوضع ويخربون عليك. فيلا اخر شيء الحين بنوديه وبنوصل للهدف ان شاء الله. وبعدها يا جماعة بيكم تسوون هاي الحل اللي يعني يبي يحصل له فلوس. وين هني الاوردر الطابق الثاني. هذا الطابق الثاني. اوكي حلو، خلصنا الحين ونضرب المبلغ اللي بنحصله مرة. حصلنا 40,000 ووصلنا 111,000. ها يا جماعة خلاص وصلت لأنه يعني حتى لو شفتوا مثلا 5,000، لا وصلت الحين 111,000. يعني مبلغ صراحة مجزي بأقل من ترى نص ساعة أو أقل من ساعة. يعني لو شلنا الغائمات ترى بنوصل أقل من نص ساعة بالراحة. يمكن عادي 20 دقيقة توصل. والحين يا جماعة وصلنا إلى الهدف. اللي حاب يضيفني هاي اسمي، تقدرون تضيفوني تلعبون معي جراند ولا لعبة ردد ولا أي لعبة ثانية نفس ما قلت لكم. فننزل مقاطع إن شاء الله بشكل يومي، راجعين حق التنزيل بشكل يومي. فبتشوفون انزل عن جيمنج، بتشوفون انزل عن كذا لعبة، ما بنحتكر عن لعبة معينة. فبتشوفون انزل عن جراند ردد، ممكن انزل عن العاب ثانية UFC، كرة قدم، فيفا، FC اللي الحين اسمها. فيلا يا جماعة الحين وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم. إذا عجبكم المقطع لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هاي كانت الطريقة ان شلون تجمع 100,000 بأقل من نص ساعة. ويلا كان معاكم اخوكم خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.